بعد تصريحات قندوسي الأخيرة اللي قال فيها إن هو اتفرض عليه وكلاء لاعبين بعينهم. طبعا القندوسي لغاية دلوقتي لسه على قوة الأهلي. الأكيد إن التصريحات دي مش في محلها ومش وقتها خالص، والأكيد إن القندوسي ليه غرض معين عشان يقول تصريحات خطيرة زي دي. وهنا جعفر نساني وكيل القندوسي الأولاني شكك في كلام القندوسي وقال إن هو حاقد عشان ما خدش فرصته مع الأهلي، وإن الأهلي ما فرضش وكلاء لاعبين عليهم. الغريب بقى هنا إن نصر يحيى وكيل القندوسي الحالي نفى كلام الوكيل الأولاني اللي هو جعفر، وقال بالبلدي كده إن كلامه كله غلط، والأهلي فرض وكلاء لاعبين معينين في الصفقة. والأغرب بقى إن هو ما جابش سيرة أمير توفيق في القصة دي كلها. ده كمان اتكلم على الكابتن الخطيب بكل أدب وبكل احترام، واتكلم عن سامي قمصان بكل أدب وبكل احترام، واتكلم عن النادي الأهلي بكل أدب وبكل احترام. وفي العموم القندوسي لم يسيء لأي شخص في النادي الأهلي، ولم يسيء للنادي الأهلي في العموم. وكيل القندوسي الحالي نصر يحيى أكد إنه داعم لكل كلمة قالها القندوسي، بدليل إن الوكيل السابق جعفر نساني رافع شكوى وبيطالب فيها ب$100,000 مستحقاته هو في الصفقة. المصيبة بقى هنا ليه القندوسي ما جابش سيرة أمير توفيق؟ والسؤال الأهم هنا مين اللي في القصة لو ما طلعش أمير توفيق هو اللي عمل كل ده؟ وبعد كابتن محمود الخطيب ما رفع الموضوع ده للتحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات المشكلة الأساسية، أكيد هنطلع بمعلومة مفيدة وهيبان مين اللي عامل القصة دي كلها.